السلام عليكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم رولي الدجاج محشي بالفرماج بنتو بالنهبال بطريقة سهلة وسريعة. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. واش نحتاجو في المقادير؟ عندنا نصف صدر من الدجاج، حبة بصل تكون متوسطة، دبشة، زيتون، ثوم. بسم الله. نبداو التحضير. نبداو نقطعو في صدر الدجاج الى شرائح رقيقة كما موضح في الفيديو. الان بعد ما فضينا نحكمو بلاستيك ونحطو فيه الدجاج تاعنا ونبداو نضربو فيه حتى يولي لنا طبقة رقيقة. بلاستيك ونحطوه على سطح العمل ونبداو نحطو في الدجاج بهذا الشكل ونحاول نحطهم واحدة بعداهم. الآن نجي نحط الملح والفلفل الأسود، دوكا نبدا نحط لهم في الفرن. هذا نستعمل هذه النوعية. نبدا نقصو فيهم إلى شرائح ونحطوهم فوق الدجاج. الآن نبداو نلفو فيهم، وما تخافوهمش راح يبقاو لاصقين في بعضهم، يعني ما راحش يتحلوا. نبقاو كيما هكا حتى نفضو. بعد كي نفضو نجيو نقفلوهم الأطراف.
والآن بعد ما فضيناه نجيبو برمة نحطو فيها الماء، بعد نحطو فيها الرولي تاع الدجاج اللي خدمناه ونحطوه يطيب على النار حتى يتبدل اللون تاعو حتى يولي في الأبيض. ومن جهة أخرى نحكمو برمة نحطو فيها حوالي 3 مغارف زيت و3 مغارف سمن ونحطو فيها 4 مغارف من الدويدية ونخليهم يتحمصوا حتى يوليو في اللون هذا، وتقدروا تحمصوهم أكثر من هكا. نجيب حوالي كاس من الروز نكون غاسلتهم مليح ونحطهم فوق الدويدية ونخليهم يتقلاو مع بعضهم شوية ونضيف عليهم الملح والفلفل الأسود ونزيد عليهم حوالي 3 كيسان من الماء ونخليهم يطيبوا. الآن نحكمو مقلة نحطو فيها مغرف كبيرة زبدة ونحطو فيها الرولي تاعنا يتقلى، نقليوه على جميع الجوانب حتى ياخد اللون الأحمر. وكي يتقلى نحيوه من النار وفي نفس المقلة نحطو البصلة نخليوها تتقلى مليح نزيدو عليها دوكا الثوم ونزيدوها الزيتون وشوية من الدبشة ونخليهم يتقلاو مع بعضهم. دوكا نحطو لهم التوابل الملح فلفل أسود ونخليهم يتقلاو حتى ياخد الزيتون لون حتى يولي كيما هاك. الآن نجيو نحيوهم من المقلة وفي نفس المقلة نحطو مغرف زبدة ومعاها مغرف كبيرة فرينة ونخليو الفرينة تتحمص مليح نزيدو عليها كاس حليب وكاس الكريمة نزيدو لهم الفرماج نحطوهم نخليوهم حتى يذوبوا الفرماج نزيدو لهم الملح والفلفل الأسود ونرجعو عليهم الخليط تاع الزيتون ونطفيو عليهم. الآن نروحو نقصو الرولي تاعنا ونبداو نقدمو فيه. أنا قدمته بالطريقة هذه أتمنى تنال إعجابكم.
هذا هو الطبق تاعنا بعد ما فض. شوفوا ما شاء الله كيفاه جا. وفي الأخير أخواتي تشتركوا في قناتي وتدعموني وتخلوا لي جيم وكومنتير. مع السلامة، استودعكم الله.